لو فاكر انك وصلت وفهمت اللعبة خلاص يبقى لازم تعيد حساباتك من تاني. انت دلوقتي دخلت لعبة الكبار من اول قانون 21 لحد 30. هننقلك من مجرد شخص فهمان لفنان في اللعبة. السلطة مش بس انك تكون قوي، دي انك تبان ضعيف لما تحب، وتضرب الضربة الصح في الوقت اللي كل الناس فاكرة انك مشغول بحاجة تانية. مين اللي جاية دي مش بتقولك ازاي تبقى وحش، دي بتقولك ازاي تبقى ساحر ومحدش يفهمك. القانون 21: تظاهر بالغباء تكسب اللعبة. القانون ده عبقري جدا وبيكشف واحدة من أقوى أدوات السيطرة، اللي هو التقليل المتعمد من قدراتك. يعني لما تظهر للناس إنك أضعف أو أقل ذكاء منهم بيحسوا بالأمان وبيسيبوا نفسهم مكشوفين. الناس بطبعها بتحب تحس إنها أذكى، ولو شافوك ند ليهم هيبدوا دفاعيين. لكن لو لعبتها بهبل شوية كده هتدخل جواهم من غير مقاومة، وساعتها هتعرف تفكر عنهم وليهم. يعني مثلا في الشغل لو واحد لسه جديد في الشركة وبدل ما يوري انه فاهم كل حاجة بدأ يتعامل كأنه بيتعلم، بيسأل كتير، بيطلب المساعدة، زمايله ارتاحوا له، بدأوا يشاركوه مع معلومات كتير ومواقف داخلية. بعدها بشهرين هو بقى فاهم اللعبة كلها، وفجأة طلع عليهم في برزنتيشن كسر الدنيا وخد ترتيب. مثال تاني: واحد دايما بيمثل قدام قريبه انه مش فاهم قوي في الفلوس وفي الاستثمار، وقريبه يفضل يشرح له ويعرض عليه صفقات انها فرص العمر. وفي مره لما قريبه ده حاول يستغل غبائه كان هو سابقه بخطوه ومظبط وضعه القانوني وما عرفش يضحك عليه. مثال كمان بيقول لك ان اللي دايما بيظهر ساذج وسط اصحابه، هتلاقي الكل بيحكي له عن مشاكلهم واسرارهم وفاكرينه طيب او مش هيعرف يستخدمها، لكن الحقيقه ان هو اكتر واحد ماسك ملفات الكل وساكت بس جاهز وقت الاستخدام. الدروس المستفاده هنا ان اللي بيلعب دور اللهبل بيشوف اللي محدش بيشوفه. التقليل من نفسك ظاهريا بيساوي تحكم حقيقي في الموقف. الدرس الثاني بيقول لك ان الناس بتكره الذكي اللي باين عليه، لكن دايما بترتاح للغبي اللي مفكرينه سهل. العب على الأنا بتاعتهم وسيبهم يحسوا ان هم دايما اذكى، وانت اتحرك بخفه من ورا الستار. يعني بالبلدي كده بيقول لك اعمل عبيط وانت فاهم، وما تعملش فاهم وانت عبيط. حلو. القانون 22 بيقول لك لما تكون ضعيف استسلم بذكاء مش بهزيمه. المعنى العميق هنا ان القانون ده بيتكلم عن فن نادر، وهو انك تعرف امتى تخسر النهارده عشان تكسب بكره. اوقات كتير المواجهه المباشره مع خصم اقوى منك بتكون انتحار، وبدل ما تفضل تحارب وانت خسران استخدم الاستسلام المؤقت كاداه استراتيجيه. استسلم بس عشان تعيد ترتيب صفوفك وتخلي العدو يطمن ويتراخى كده، وساعتها تقدر تضرب صح. هو مش ضعف، ده ذكاء ملفوف لفه جدول. هناخد امثله واقعيه. في الشغل لو مديرك مثلا ضغط عليك وظلمك وانت كنت هتنفجر وترد، بس رجعت لنفسك وقلت تمام يا فندم حاضر، وقعدت تهدي اللعب. في الكواليس انت بدات تكسب زملائه ومديره اللي فوقه، وبهدوء رتبت خروجك من تحت ايده وترقيتك في قسم تاني، وهو فضل محلك سر. في العلاقات حد دايما بيكسب الجدال وبيستخف من رايك، بدل ما تدخل معاه في معركه كل مره بتقول له ماشي كلامك وتعدي، بس انت في سرك عارف هو بيغلط فين، وبتبني قوتك بعيد عن الصدام لحد ما تجيلك اللحظه اللي رايك فيها هو اللي يمشي. اتنصب عليك في شغل، واللي نصب عليك فاكر انك خلاص اتكسرت، لكن انت خدت خطوه لورا، درست سلوكه وفهمت طريقه لعبه واستنيت الوقت المناسب، رجعت له بسيناريو قانوني او خطه ماليه خدت منه اضعاف اللي خدها منه. الدروس المستفاده: اول درس بيقول لك ان الاستسلام مش دايما ضعف، اوقات بيكون خطه للهجوم المؤجل. عارف لما تسحب نفسك من معركه تسيب العدو يفتكر انه كسب، دي اللحظه اللي بتتحول فيها هزيمتك لقوه صمت. الدرس الثاني: اللي بيعرف يتحكم في غضبه وبيتراجع بخطه اقوى من اللي بيكسب معركه وخسر الحرب. الهدوء في وش الضرب مش هروب، ده تفكير طويل المدى. دايما العبره بالنهايه،
ما يهزكش وما يهمكش موقف ضعف في وقتك الحالي، لكن مهم انك تكون الشخص اللي يضحك في الاخر. القانون 23 بيقول لك ركز مجهودك. القانون ده بيقول لك ببساطه اللي بيجري ورا كل حاجه ما بيمسكش حاجه. لو فضلت موزع طاقتك ومجهودك وعلاقاتك وفلوسك في مليون اتجاه، عمرك ما هتبني سلطه حقيقيه ولا هتحقق نجاح مؤثر. لكن لو ركزت قوتك كلها في اتجاه واحد بذكاء، هتبقى زي اللي بيوجه ليزر على نقطه واحده يخرم بيها الفولاذ. القانون ده مش بس عن الشغل او الفلوس، ده عن التركيز كوسيله للهيمنه. من الامثله الواقعيه مثلا شخص شاطر في حاجات كتير، تصوير، تصميم، سوشيال ميديا، بيع، بس مش متالق في ولا واحده. وفي المقابل واحد تاني ركز 100% على برمجه بس، بقى خبير فيه، اتفتحت له ابواب كتير وبقى مطلوب في السوق اكتر من 10 صناعيه في وقت واحد. في واحد بيحاول يرضي الكل، بيروح لاصحاب الشغل والبيت والجيران وبيتحرق اخر اليوم. واحد تاني ركز على علاقتين او 3 بس، دول بقوا داعمين ليه في كل وقت وساعدوه يطلع السلم اسرع. مثال كمان، في ناس بتستثمر في شويه ذهب، شويه بورصه، شويه عملات رقميه، شويه مشاريع وتتلخبط، لكن اللي ركز على مجال واحد وفهمه بعمق حقق فيه عائد مستقر وامن نفسه. اول درس، قوتك الحقيقيه في انك تحط كل تركيزك في مكان واحد، في المكان اللي يفرق. ما تبقاش شبح في كل حته، خليك جبل في مكان واحد. يعني الدرس الثاني يعني بالبلدي كده زي ما احنا بنقول، ضربه مرزبه ولا 10 شاكوش، ركز في حاجه واحده. قانون ال 24 بيقول لك العب دور الموظف المثالي في بلاط السلطه. القانون ده عبقري جدا، بيقول لك لو مشيت ضد السلطه هتتكسر، لكن لو عرفت تلعب قوانين اللعبه تعرف توصل للقمه من جواها. رجل البلاط زمان كان الشخص اللي دايما حوالين الملك، لا هو الحاكم ولا هو مجرد خادم. ده كان ذكي جدا، بيفهم مين بيحكم ويكسبه من غير ما يبان عليه طمع او تهديد. القانون ده بيعلمك ازاي تلعب اللعبه السياسيه من غير ما تبان خالص انك بتلعب. يعني في الشغل مثلا انت مش المدير، بس شاطر انك يعني تعرف ميوله، ايه اللي بيضايقه، بتخدم عليه من غير ما تحسسه انك بتتملق. في المقابل زميلك التاني بيصطدم بالمدير على طول ويقول له انا ما بشتغلش عند حد، بعد اسبوع تم انهاء خدماته. في العيله عايز تغير حاجه عند ابوك او امك، ما تروحش تقول لهم انتوا غلط، اتصرف بذكاء، ابني اقتراحاتك على اللي هم بيحبوه، خليهم يفتكروا ان هم اصحاب القرار، وهتلاقيهم عملوا اللي انت عايزه بس باحساسهم هم. يعني ناس كتير اسقطوا نفسهم لمجرد ان هم ما عرفوش يحترموا شكل السلطه، بينما اللي لعبها صح كسب النفوذ والسلطه نفسها بدات تستشيره بعد كده. اول درس، مش لازم تبقى في الكرسي عشان تمارس القوه، اوقات كتير اللي واقف جنب الكرسي هو اللي بيحركه. الدرس الثاني، افهم القواعد الاجتماعيه والعب بيها وابقى ذكي. السلطه مش بس مين اعلى، السلطه الحقيقيه في مين اللي عارف يتحرك صح. قانون ال 25 بيقول لك اخلق نفسك من جديد. القانون ده من اخطر القوانين في الكتاب، بيقول لك ما تسيبش الناس او الظروف هم اللي يعرفوك ولا حتى ماضيك، انت تصنع نفسك بايدك. انت مش مجبر تعيش بشخصيتك القديمه ولا تكمل في دور مفروض عليك. القانون هنا ده بيحسك على انك تبقى فنان في تشكيل نفسك زي ما تحب، وتظهر للناس بالشخصيه اللي تخدم اهدافك مش اللي اتولدت بيها. بمعنى ادق، الهويه مش ورقه مكتوبه، ده مشروع دائم التطوير. يعني مثلا زي محمد رمضان، ممثل مصري كان بيبدا في الاول بادوار صغيره ومتواضعه، فجاه قرر يخلق لنفسه شخصيه الاسطوره واعتمد على كاركتر واضح جامد عنده ثقه زايده دايما في دور القوي. اتفقنا واختلفنا لكنه فرض شخصيته واخترع نفسه بنفسه. في الشغل كان شغال في خدمه العملاء، بيتكلم بلطافه وخجل. لما قرر ياخد منصب في المبيعات بدا يغير طريقه كلامه، لبسه، حضوره. بعد سنه محدش افتكر هو كان مين، بس كل الناس بقت تشوفه مدير المبيعات الكاريزما. في الحياه اليوميه في ناس اتربت في بيئه بتقول لهم انت فاشل او مش هتطلع حاجه او مفيش منك فايده، بس هو قرر يشيل الشريط ده من دماغه ويكتب لنفسه سيناريو جديد، ناجح، محبوب، مؤثر.
الدروس المستفادة: أول درس بيقولك ما تعيش في دور مش بتاعك، يا إما تكتبه يا إما هيتكتب لك. الدرس الثاني: لو عايز توصل لحاجة كبيرة لازم تبقى كبير في صورتك الداخلية قبل ما الناس تشوفك كبير في الحقيقة. لازم انت تكون انت مقتنع بده. القانون ال26 بيقول لك خلي ايدك نظيفة. القانون ده بيقول لك بوضوح ابعد عن الشبهات، خليك دايما في الصورة البريئة حتى لو كنت ورا الكواليس بتحرك اللعبة. الناس بتحكم بالمظاهر مش بالحقيقة، لو توسخت ايدك قدامهم صورتك هتقع حتى لو كنت عندك حق. لازم دايما تخلي غيرك يشيل الشغل الوحش او يتحمل اللوم بدلا منك. القوة مش بس في انك تعمل الصح، القوة في انك تبان انك نظيف حتى لو الامور كانت وسخة من تحت الترابيزة. سوري يعني مثلا في الشغل مدير كبير في شركة عنده قرار صعب في طرد موظفين، هيعمل ايه؟ يخلي المدير اللي تحتيه هو اللي يبلغه، ويطلع هو بعد كده يتكلم بكلام ناعم عن الظروف الاقتصادية في الاخر. اللي يبان انه قاسي هو التاني مش هو. في العيلة او الصحاب مثلا، لو واحد مثلا عايز يبعد عن صاحبه القديم لانه بقى عبء عليه، بدل ما يواجهه يخلي الناس تبعد عنه او يقطع بالتدريج، ولما تسأله او يتسأل يقول هو اللي بعد، انا ما عملتش حاجة. اول درس نتعلمه هنا بيقول لك خليك دايما في دور اللي ما يعرفش، بس الحقيقة انت اللي بتدير المشهد من بعيد. الدرس الثاني: الناس مش بتفتش في النوايا، الناس بتحكم من اللي ظاهر. خلي شكلك دايما نظيف حتى لو اللعب من تحت لتحت. القانون ال27 بيقول لك العب على احتياج الناس للإيمان واعمل منهم أتباع ليه. القانون ده بيقول لك ببساطة الناس بطبعها بتحب تتبع حد، تصدق حاجة، تتمسك بفكرة، ودي فرصة ذهبية ليك. لو عايز تبقى صاحب تأثير وسلطة كبيرة خش من بوابة الإيمان مش المنطق. ادي الناس حاجة يؤمنوا بيها، فكرة، حلم، شخصية قوية، وقتها هيتبعوك من غير تفكير. وكل ما كان اللي بتقدمه ليهم فيه غموض او وعد كبير او معنى اسمى كل ما اتعلقوا بيك اكتر. زي مثلا الدعاء الكاريزما، في ناس بتطلع بتتكلم بكلام شبه فلسفة او دين او طاقة، بيكون فيه غموض وفي نفس الوقت بيكلم الناس عن حاجة هم نفسهم يصدقوها، زي النجاح مثلا، الطمأنينة، الخلاص، الحب، القوة. الناس بتتعلق بيهم، تبدأ تتبعهم زي القائد الروحي. في الماركتينج شركات بتعمل لنفسها شكل طائفة زي أبل مثلا، مش بس بتبيع موبايلات، لا، بتبيع لك أسلوب حياة، أخوية، تفرد. عملوا لنفسهم مجتمع من المؤمنين مش مجرد زباين. في الشغل أو في الحياة مدير شاطر يخلي الموظفين يحسوا إن هم مش بس شغالين، لا، يحققوا رؤية كبيرة، يغيروا العالم، يعملوا حاجة عظيمة. النتيجة ولا غير مشروط. أول درس: لو قدرت تخلق للناس حاجة يؤمنوا بيها هيسلموك مفتاح قلوبهم وعقلهم. الدرس الثاني: ما تلعبش على عقلهم، العب على روحهم. الناس بتدور على قائد مش بس على معلومة. قانون 28 بيقول لك ادخل أي خطوة بجرأة وما تترددش. القانون ده بيقول لك الخوف والتردد بيشمهم الناس زي ريحة العرق، أول ما يحسوا إنك مش واثق بينسحبوا كده وبيبعدوا نفسهم. الناس بتحترم الواثق حتى لو غلط، والمجتمع دايما بيكافئ اللي عنده نية الجرأة مش اللي قاعد يحسبها ويخاف. الجرأة مش بس بتغطي على العيوب، لا، دي ساعات بتديك كاريزما وسلطة حتى لو مش ما انتش خبير. المفتاح هنا انك تدخل اللعبة بقلب جامد، لان الشك في النفس بيخليك تخسر قبل ما تبدأ. في الشغل لو انت رايح تقدم برزنتيشن قدام مديرك او عميل كبير، ما ينفعش تدخل تقول انا مش متاكد بس ممكن نعمل كذا، لا، ادخل وقول الخطه دي هنخليها تكسب السوق خلال 3 شهور ودي الاسباب. حتى لو انت لسه مش مدرب، اسلوبك الواثق هيخلي الناس تسمع لك. لو عايز تعترف بمشاعرك او تاخد موقف في علاقه ما تدخلش بتردد. الناس بتحب اللي عنده قرار حتى لو مرفوض اكتر من اللي بيظهر ضعيف. رواد الأعمال اللي بينجحوا هم اللي بيقفزوا في المجهول بثقة. الجرأة هنا مش معناها تهور، لكن إنك تظهر قدام الناس إنك متأكد حتى لو لسه الطريق قدامك ضبابي. أول درس نستفيده: الشك جواك بيبان على وشك، ولو بان خسرت. الدرس الثاني: الجرأة مش بس أسلوب، دي أداة من أدوات السلطة، العبها بقلب جامد.
وندخل على القانون 29 بيقول لك خطط لاخر المشهد من اول خطوه لحد اخر نفس. القانون ده بيقول لك ان اللي ما بيخططش بيتساب في وسط البحر من غير شراع. لعبه القوه اللي بيمشي خطوه بخطوه من غير ما يبص لنهايه الطريق غالبا هيقع في حفره هو نفسه كان بيحفرها لحد تاني. القوه الحقيقيه مش في انك تتحرك، لكن في انك تعرف هتوصل لفين، وتخطط لكل منعطف، لكل فخ، ولكل مقاومه ممكن تقابلك. اللي بيكسب مش هو اللي بيبدا بسرعه، لا، ده اللي بيشوف الصوره الكبيره واللي بيحسب حساب النهايه قبل حتى ما يبدا. ناخد امثله يعني. لو داخل مشروع او بتاسس بيزنس، ما تخططش للمرحله الاولى بس، لا، خطط لحد النجاح او حتى الخروج من المشروع الامن، المشروع نفسه اللي هو بيسموها اكزيت استراتيجي. يعني ما تفكرش بس هتبدا ازاي، لا، فكر كمان لو المشروع نجح هكبره ازاي، طب ولو فشل هنسحب منه ازاي. الناس اللي بدات مشاريع كبيره وفشلت مش بسبب الفكره، لكن عشان ما فيش خطه كامله. العلاقات او المواجهات، لو هتواجه حد ما تبداش المواجهه وانت مش عارف هتوصل لفين او لايه. هل انت عايز تصالحه، تهده، تبعده، تهز صورته من غير نهايه واضحه؟ ممكن تخرج خسران حتى لو بدات قوي. الناس اللي بتمسك مثلا موقف معين او تدخل معركه اعلاميه مثلا وما حسبتش النهايه، ساعات بتتعرض لانهيار سمعه او خساره حلفاء. تخطيط من البدايه للنهايه هو الفرق بين نصر تكتيكي وخساره استراتيجيه. الدرس الاول: الخطه اللي مش كامله لاخرها خطرها اكبر من عدو واضح. الدرس الثاني: ما تبداش لعبه غير وانت شايف خط النهايه، والا هتلعب لصالح اللي شايفها. اخر قانون، القانون رقم 30، بيقول لك خلي انجازاتك تبان سهله وطبيعيه من غير تعب ظاهر. يعني القانون ده بيقول لك ان السر في القوه مش بس في انك تنجز، لكن انك تخلي الناس تشوف ان الانجاز حصل من غير تعب كبير او توتر. لما تظهر انك ما بذلتش مجهود جامد، الناس بتبقى معجبه اكتر وبتحس انك شخص فنان وطبيعي متقن، مش مجرد واحد تعب وضغط على نفسه. كمان لو الناس شافت ان الحاجه صعبه او انك اشتغلت عليها جامد، هيبداوا يشوفوا انك عرضه للفشل او مش دايما قادر تكرر النجاح ده. يعني لو انت مدير او موظف قدمت مشروع ناجح، حاول دايما تخلي الناس تحس ان الانجاز جاي من ذكائك وتنظيمك، مش من ساعات شغل متواصله او توتر عالي. مثلا ما تقعدش تحكي عن السهر والضغط، بس خلي النتيجه تظهر طبيعيه او سلسه. الموهوب الحقيقي بيخلي اللي بيتفرج يحس ان اللعب عنده سهل وبسيط رغم المجهود الكبير اللي بيعمله. زي اللاعب اللي بيخلي الكرة تمشي معاه وكأنه بيتعامل مع لعبة أطفال. لو أنت بتكسب قلوب الناس، خلي ده يبان طبيعي من غير مبالغة أو تعليقات على تعبك عشان تكسبهم. خليك واثق ومبسوط باللي بتعمله عشان الناس تحس إنك شخص جذاب بطبيعتك. الدرس الأولاني هنا: جهد الظاهر بيقلل من مكانتك والإنجاز السلس بيزودها. الدرس الثاني: سيب للناس انطباع دايما إنك ماسك اللعبة بسهولة حتى لو وراك تعب وشغل كتير. خلي نجاحك يبان طبيعي كأنك ما عملتش مجهود أصلا. الناس بتحب الساحر اللي ما يبانش عليه التعب، مش العامل اللي هدومه مبلول عرق. اللي بيحرك الخيوط مش لازم يكون على المسرح. الحلقة دي كانت عن السلطة من غير ما ترفع صوتك، عن السيطرة من غير ما تمد إيدك، وعن الهيبة من غير ما تقول كلمة. لو فهمت القوانين دي صح، هتبقى المايسترو اللي بيحرك الكل من ورا الستار، والكل بيسقف له وهو مش عارف انت بتلعبهم ازاي. افتكر دايما، اللعبة مش انك تبان قوي، اللعبة انك تبان عادي بس تبقى ماسك كل الخيوط. وما دام وصلت معايا لحد هنا، يبقى انت كده وصلت. استناني في الحلقة الجاية. خلي بالك، لعبة صح. اشوفك على خير.